سلام، جيبوا نصف صدر دجاج وتعالوا نعمل أحلى أكلة. في صحن راح نحط نصف صدر دجاج مع حبتين بصل مقطعين، بصل حسب الحجم. 2 حبات فلفل، استعملوا فلفل حار وفلفل حلو وحسب الرغبة. كمان هنستعمل توابل دجاج، طماطم مصبرة، زنجبيل وراس الحانوت وملح، وراح نخلطهم جيدا. راح نجيبوا المنديل هذا تاع الخروف او هذه الشحم اللي نعمله فيه بولفاف، طبعا تنظفيه مليح وراح نحطوه. هذا تلقاوه عند الجزار او يمدلكم اياه مجانا او بثمن بسيط جدا عند اي جزار راح تلقاوه، طبعا اكيد عند اي جزار. وراح نعملوه بهذه الطريقة، ممكن تعملوه رولي يعني او مثل ما تحبوا. راح نعملوه هكذا بهذه الطريقة، ولا أكلة رائعة وسهلة ثاني. راح ندهنوا المقلة هذه تاع الشاورما بشوية زيت، وراح نحطوه بهذا الشكل ونخلوه يطيب. بهذا الشكل نغطوه كما هكذا. بعد ما نتأكدوا انه طاب، تخلوا الطياب من داخل، راح نقلبه. معليش حتى لو تكسر معليش، مش مشكلة، فقط كان عليا اني نقلبه بالمقلة بملعقة اخرى يعني. وراح نسكره حتى يدير، وراح نزينه ببطاطا او سلطة او اي شيء. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنسوش تدعموني. جربوه والله انه لذيذ جدا. ممكن تعملوا لحم في بلاصة في بلاصة صدر الدجاج. سلام.